صديق ابنك قاتل. همس طبيب البيطري وهو يلقي الأشعة السينية على طاولة بقوة. وكان ينبغي علي أن أحذرك قبل شهور. تشبثت الأم بيد ابنها في العيادة. رفع طبيب البيطري صورة غير واضحة تظهر أسنان ثعبان حادة كالشفرة. قبل أن أخبركم بما سيحدث بعد ذلك، إذا كنتم تؤمنون بأن حب الأم هو أقوى رابط، اضغطوا على إعجاب واشتراك لتروا كيف تنتهي هذه القصة. الثعابين لا تحب يا أمير، إنها فقط تتحمل، قالت الأم وهي تراقب الصبي مع الثعبان في المنزل. إنه مجرد حيوان يجب أن يرحل. عانق الابن الثعبان بشدة أكبر. إنه يفهمني، إنه عائلتي، صاح. لاحقا مد الصبي لعبة صغيرة. التف ثعبان ثم دفعها إلى الخلف. أرأيت؟ إنه يسترجع، إنه يحبني. سخرت الأم. هذا ليس حبا، هذا جوع قبل الهجوم. هل تثقون أنتم برابط طفل مع حيوان أليف كهذا؟ علقوا بنعم أو لا في الأسفل. بالعودة إلى المنزل مدت الأم يدها نحو الثعبان. أعطنيه لي، طالبت. لدغها الثعبان في ذراعها. انتشر السم. لهثت الأم وهي تتراجع إلى الخلف. التف الثعبان حول جسدها المرتخي. راقب الابن ووجهه بارد. لقد وعد بأنك لن تؤذيني مجددا أبدا.